وسهلا بأحلى متتبعات قناة يوميات فتافيت بالإمارات. نتمنى تكونوا بأفضل الأحوال يا رب. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي فضغطوا على زر اشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وإلا عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك وبارطاجيوه مع الصديقات ديالكم لتعم الفائدة. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد عبارة على كيك بقناش روعة. خليكم مع الخطوات وشكرا لكم على المشاهدة مسبقا. وفي هاد الاثناء كيف ما كتشوفوا غادي ندير معكم الطريقه ديال تحضير الكيك، وفي نفس الوقت غادي نذكر معكم المكونات اللي هي جد بسيطه. في هاد الاثناء كيف ما كتشوفوا وضعت بيضتان بدرجه حراره المطبخ. انا بعض المرات كندير بيضه، بعض المرات جوج، لانه كندير الكيك في الطاجين او المقله الثقيله. في هاد الاثناء كيف ما كتشوفوا ضفت عليه كأس من السكر، دائما بعبار العنبه، سكر حبيبات. غادي نخلط المكونات ديالي. بعد ما غادي نضيف رشه من الفاني، اللي ما متوفرش عنده فاني باودر فقط يستعمل فاني سائل او لا نكهه البرتقال او لا الحامض، كل واحد وشنو كيعجبو. وفي هذا الاثناء كيف ما كتشوفوا ضفت عليه كأس من الزيت النباتيه، وكنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا حتى يتجانسوا ليا مع بعض. فبالنسبه للسكر اللي ما عندوش مع الحلاوه بزاف يقدر ينقص، ما يديرش كأس كامل. وغادي نضيف كأس من الحليب. فبالنسبه للحليب كل واحد له ليه الاختيار، تقدروا ديروا ياغورت او لا كأس من عصير البرتقال. بالنسبه كما قلت لكم في الاول، بالنسبه للنكهات كل واحد وشنو كيعجبو في الكيك ديالو. في هذا الاثناء كيف ما كتشوفوا غادي نضيف رشه من الخل كيساعدنا في الانتفاخ ديال الكيك. كما كتشوفوا فقط رشه ما يعادل رأس ملعقه صغيره من الخل. وغنخلط المكونات ديالي كلها مع بعض، ومن بعد غادي نضيف عليها شوكولا باودر اللي مر ما يعادل ملعقتين كبار مملوءتين. غادي نخلط المكونات ديالي كلها مع بعض حتى يذوب ليا داك الشوكولا تماما مع الخليط. وغادي نضيف عليه رشه من الملح لانه نسيت الملح لتعديل الذوق فقط. كيف ما كتشوفوا كنخلط الخليط ديالي بطريقه عاديه جدا. بالنسبه لهاد الخطوه تقدروا توضعوا الخليط ديالكم كامل في المولينيكس او لا الخلاط الكهربائي. وغادي نضيف رشه من الملح ونخلط الخليط ديالي بطريقه عاديه جدا. ونبدا نضيف عليها المكونات الجافه اللي هو الدقيق والباكينغ باودر. فبالنسبه للدقيق غادي نستعمل كأسين من الدقيق الابيض المنخول تماما. كما شفتوا وضعت كأس سكر، كأس زيت وكأس حليب. وبالنسبه للدقيق كأسين مملوءين. كيف ما كتشوفوا كنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل، وغادي نضيف عليه الخليط عفوا الكأس الثاني بعد ما نخلط الخليط مزيان. كيف ما كتشوفوا غنزيد عليه كأس ثاني. وهنا كيف ما كتشوفوا ضفت الكأس الثاني مملوء مزيان البنات، وغنخلطهم حتى يتخلطوا ليا مزيان وما يبقاش ليا دوك الحبيبات نهائيا. وغادي نضيف عليهم الباكينغ باودر او خمارة الحلويات، وكذلك رشة من بيكربونات الصود، رشة فقط ماشي بزاف، حتى هي كتساهم لينا اولا كتساعدنا في الانتفاخ ديال الكيك وكيخليه هشيش. كيف ما كتشوفوا كنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل حتى تمزج ليا ديك الباكينغ باودر مع الدقيق والخليط ديالي تماما، ونحصلوا على خليط على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا غنوريكم القوام ديالو كيفاش كنحصلوا عليه. هذا هو قوام الخليط ديال الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا يكون على هذا الشكل، يعني من كتكونوا كتهزوا الخلاط اليدوي ديالكم اولا الفوي ما كتقطعش هذاك الخط ديال الكيك نهائيا. غندوز باش نوضعو في المول ديالو اولا في الطاجين ديالي اللي غندير فيه الكيك.
وهنا بعد ما خديت المقله الثقيله ديالي كيف ما قلت لكم في الاول، فانا غادي نديرها في المقله الثقيله. بعد ما درت ليها شويه ديال الزبده وحطيت عليها القليل من الدقيق، غادي نضيف الخليط ديالي على هذا الشكل، وكنكون رافعه اليد ديالي الفوق باش داك الهواء ما يبقاش في الكيك كيف ما كتشوفوا. وندوزو باش نحضروا الكاناش ديالنا. وهنا بعد ما دخلت الكيك ديالي كيطيب على 180 درجه من التحت حتى كيطلع ليا الكيك تماما، وكنشوفوه باللي راه طاب كنطلعوه يحمروه من الفوق. هنا غادي نحضر معكم الكاناش. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه لمكونات الكاناش، خديت كاس من الحليب بارد وغادي نضيف عليه القليل من السكر. فبالنسبه للسكر ما غاديش نقول لكم الكميه لانه على حسب الاذواق ديالكم كل واحد والذوق ديالو. وغادي ندير رشه من الفاني، وكذلك غادي نضيف ملعقتين كبار مملوءتين من شوكولا باودر. هذا راه مر نوعيه ممتازه، يعني كيعقد ليا بسرعه. فبالنسبه للناس اللي عندهم شوكولا باودر فيه السكر فقط يضاعفوا الكميه باش تعقد لهم بسرعه. وهنا خديت الخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي، وكنطلع على هذا الشكل واحد اللقطه تقطعات ليا اللي هي كنت واخده تقريبا نصف كاس من الزيت، وكنكب بالتدريج حتى كيطلع ليا الخليط تماما. الطريقه ديال المايونيز كتطلعوه يا اما بالخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي. كيف ما كتشوفوا هاد الطريقه حتى طلع لي بحال هكا، بقيت كنضيف الزيت بالتدريج حتى طلع لي القوام ديالو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفرن غادي نخليه يبرد تماما، وندوز باش نزينو بداك الكاناش اللي حضرت اللي خليته في الثلاجه حتى هو باش يتماسك. خليكم معايا باش نزينو الكيك مع بعض. وهنا كيف ما كتشوفوا فبعد ما بردت الكيكه ديالي تماما وحتى الكاناش كيف ما كتشوفوا القوام ديالو ولا متماسك لانه شد راسو في الثلاجه. كندهن الكيك ديالي بطريقه عاديه. فبالنسبه للبنات اللي بغاو يحلوا الكيكه من الوسط، يعني يقطعوها الى جوج اجزاء يديروا الشوكولاته من الوسط، انا قلت فقط نديرها من الفوق على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. فبالنسبه لهذا الكاناش فهو رائع جدا، واللي بغي القوام ديالو يكون تقل من هكا فقط خذوا كاسروله ووضعوا فيها ملعقه من النشا وحطوه على نار هادئه مع التحريك المستمر، وغادي تنجح معكم 100%. وتقدروا ديروها حتى الخبز فهو كيجي بحال نوتيلا. كيف ما كتشوفوا غادي نكمل الكيك ديالي بحال على هكا على هذا الشكل باش نوريكم الشكل ديالو النهائي. طريقه بسيطه جدا. وهذا هو الكيك ديالنا ديال اليوم بغاناش بسيط، مكونات بسيطه وطريقه سهله جدا. غادي نحاول نوريكم الشكل ديالو والقوام ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. بعد ما خليته برد غير واحد شويه ماشي بزاف، وقلت نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي من الوسط. كيف ما كتشوفوا بمكونات بسيطه جدا حضرنا كيك رائع مذاق روعه. تقدروا ديروه للفطور او للغوتي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. غادي نحاول نوريكم الشكل ديالو من الوسط وحتى الكيكه كيفاش دايره كيفاش كتجي من الوسط. غادي نحاول نقطعها لكم ونوريكم قداش هشيشه. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه بزاف، وحتى داك الكاناش كيجي رائع المذاق ديالو. وتقدروا تحتفظوا به في الثلاجه ديالكم وتستعملوه في بزاف ديال الحوايج. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ضغطوا على زر لايك وبارطاجيوه مع الصديقات ديالكم لتعم الفائده. غنقول لكم الى اللقاء الى فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا لكم على المشاهده.